بيبدأ فيلمنا بكاتب عسكري بيبحث عن فرقة عسكرية نفذت مهمات خاصة، وبيقرأ إن الفرقة دي نفذت قبل كده مهمات إنقاذ لرهاين كانت مخطوفة من قبل مجموعة من العصابات، وزعيم العصابة بيحاول يخلي أهالي الرهينة اللي خطفوها يدفعوا فلوس مقابل إن هو يحرروا، لكن اتأخروا في دفع الفلوس فقرر يقتلوا. ففي الوقت ده الفرقة الخاصة بتوصل المكان اللي الرهينة مخطوفة فيه، وبيحاصروا المكان ده كله، وبيهجموا على الحراس اللي موجودين على المدخل وبيقتلوهم من غير ما حد يحس، وبيبلغوا القناص تشارلي ان هو ينقذ الرهينة. فشارلي بيقتل زعيم العصابة قبل ما يقتل الرهينة، والفرقة الخاصة بتهجم على افراد العصابة وبيقتلوا فيهم، وشارلي بيغطيهم من فوق سطح المبنى وبيضرب افراد العصابة بالقناصة وبيقتل فيهم، لكن افراد العصابة بيضربوا عليهم نار وبيحاولوا يقتلوهم، والرهينة بتكون موجودة وسط ضرب النار. فجاو قائد الفرقة بيكون هو وجنوده بيحاولوا يوصلوا للرهينة لكن مش عارفين. فجاو بيطلب من تشارلي انه يقتل الجنديين اللي جنب الرهينة، لكن بيكون في قناص فوق سطح المبنى بيضرب على جاو وفرقته ومش عارفين يتحركوا من مكانهم. فواحد من فرقة جاو اسمه مايك بيشتت القناص وبيجري قدامه، فتشارلي بيشوف القناص وبيقتله، ومايك بيدخل البيت وبيقتل افراد العصابة اللي جوه، وشارلي بيرجع يقتل الجنود اللي بيضربوا بالرشاش، وجاو وباقي الفريق بيتحركوا ناحية الرهينة، لكن واحد من افراد العصابة بيمسكه وبيهددهم ان هو هيقتله وبيطلب منهم يرموا سلاحهم. فجاو طلب من فريقه يرموا سلاحهم، فتشارلي بيطلب من جاو ان هو يتصرف وينقذ الرهينة، فجاو رفض، لكن تشارلي ضرب الرهينة بالنار في كتفه ووقعه على الارض. فجاو ضرب المجرم بالنار قتله. بعد كده جاو بيرجع بفريقه للمقر بتاعهم وبيلوم تشارلي على اللي عمله، ان هو يعني ضرب الرهينة بالنار في كتفه. فتشارلي قال له ان ده هو الحل الوحيد علشان نعرف ننقذه. فجاو بيتعصب عليه وقال له انت لازم تنفذ الاوامر علشان نعرف نحمي الرهاين ونحمي نفسنا في نفس الوقت، وقال له ان هو خفض مرتبه كعقاب ليه علشان ينفذ الاوامر بعد كده. فتشارلي بيتعصب وبيطلب منه ان هو يستقيل من الفريق وبيقرر يسيبهم ويمشي. فواحد من الجنود اسمه كيم بيتضايق ان تشارلي زعق لجاو وبيهجم على تشارلي وبيضربه، فالاتنين بيفضلوا يضربوا في بعض. فمايك بيتدخل وبيحاول يمنعهم، لكن بيزق مايك هو كمان وبيكملوا خناق وبيفضلوا يضربوا في بعض. فبيدخل عليهم بنت اسمها ساكيا فبيوقفوا خناق، وجاو بيجمع فريقه علشان ينفذوا المهمة الجديدة، وساكيا بتسلمهم ملف المهمة الجديدة وبتنضم للفريق. وجاو بيعرفهم المهمة الجديدة وقال لهم ان هم هيمشوا حراسة على عربيات فيها مؤن واكل هتتنقل للشمال، وقال لهم ان هم لازم يحموا العربيات دي من قطاع الطرق والعصابات. بعدها جاو بيروح لتشارلي وبيطلب منه ان هو ينضم معاهم في تنفيذ المهمة الجاية، وبعد كده يمشي بشرط ان هو يكون مرافق معاهم، ما يكونش واحد من جنوده يعني، وخد منه القناصة بتاعته. فتشارلي بيوافق. بعد كده جاو وفريقه بيتحركوا بالعربيات اللي فيها الاكل والمؤن، وساكيا بتقول لجاو ان العربية اللي معاهم فيها اكل ومؤن ب17 مليون دولار ولازم يوصلوا بيها للشمال في اسرع وقت، وبيفضلوا ماشيين بالعربيات في الصحراء، لكن العربية بتعطل منهم بسبب درجة الحرارة العالية، وبيكون في 2 في فريق جاو اسمهم جين وفيكتور، وبيعرضوا على جاو ان هم يفضلوا في طريقهم لحد نقطة التفتيش اللي في الطريق، فممكن يقفوا بالعربية في الكمين اللي هناك ويبردوا المحرك بتاعها وبعدها يكملوا مشي. فساكيا قالت لهم ان هي تعرف قائد نقطة التفتيش، فجاو بيوافق وبيكملوا مشي بالعربية وبيوصلوا للنقطة دي، لكن الجنود بيمنعوهم يعدوا نقطة التفتيش. فساكيا طلبت من الجندي ان هي تدخل تقابل قائد الكمين، فالجندي بيشاور لجنوده وبيجمعهم قدام العربية. فجاو بيخلي جنوده تنزل سلاحها، فجنود الكمين بينزلوا سلاحهم هم كمان، والجندي بياخد ساكيا تقابل قائد الكمين، لكن بيكون واحد تاني غير اللي هي تعرفه اصلا، وقائد الكمين بيرفض ان هم يعدوا بالعربية. لكن ساكيا بتشوف جنود مقتولة في الخيمة وبتعرف ان دول قطاع طرق وهجموا على الكمين وقتلوا القائد بتاعه والجنود اللي معاه، فبتبلغ جاو ان دول قطاع طرق ورجالة عصابات. فجاو بيجهز بجنوده وبيهجموا عليهم وبيضربوهم بالنار وبيقتلوا كل الجنود.
وساكيا بتزق قائد الجنود وبتفضل تضرب فيه، لكن بيطلع مسدسه علشان يقتلها، فتشارلي ضربه بالنار وانقذها. فهم خارجين من الخيمه بيهجم عليهم جندي، فمايك قتل الجندي وانقذهم هما الاثنين. وبيشوفوا مجموعه من الجنود جايين ناحيتهم، فجو بيجهز جنوده وبيستعدوا، وكل واحد منهم بيقف في مكان، وجو بيضرب سواق العربيه بالقناصه بيموته، وتشارلي بيضرب بالقناصه بتاعته على الجنود فبيقتل فيهم. فجو استغرب ان تشارلي معاه قناصه وساكيا مستخبيه وخايفه، وفي جنديين شافوا مكان جاو ورايحين عليه علشان يقتلوه، فجو ضربهم بالقناصه موتهم. لكن الجندي اللي ماسك الرشاش بيضرب عليه نار وبيحاول يموته، فتشارلي ضرب الجندي ده وانقذ جاو. فجندي تاني طلع مسك الرشاش وضرب عليهم نار ففجر البراميل اللي وراهم، فمايك وتشارلي بيضربوا عليهم نار وبيقتلوا فيهم، وتشارلي رمى عليهم قنبله ونجحوا ان هم يموتوا كل الجنود. لكن بيكون في جندي لسه عايش وبيوجه الار بي جي ناحيتهم، فتشارلي حاول يضربه لكن الرصاص خلص منه، فجاو ضربه بالقناصه موته، والقذيفه جت بعيد عن جنوده. بعد كده جاو بيتحرك بجنوده ومعاهم العربيه اللي فيها المؤن، وبيجي عليهم الليل وبيقعدوا يستريحوا في الصحراء. وساكيا بتقول لهم ان الحبوب والاكل لازم يوصلوا الشمال بسرعه للقرويين علشان ينقذوهم من المجاعه اللي هم فيها ويلحقوا يزرعوا الحبوب. فجاو بيأدب تشارلي وبياخد منه القناصه يديها لفيكتور علشان عصى اوامره واستخدم القناصه، فتشارلي بيتضايق جدا وبيسيبهم وبيقعد لوحده. فساكيا بتروح له وبتهديه وبتديله ميداليه تذكار وبتتعرف عليه وبتقع في حبه. بعدها تشارلي بيروح لجاو وبيسأله انت اتعلمت ضرب القناصه امتى، وبيكون مستغرب ان جاو عرف يستخدم القناصه بتاعته، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض. وجاو بيعرف شارلي ان هو لازم يلتزم بالتعليمات العسكريه مهما حصل، فتشارلي فهم ان هو لازم يلتزم بالتعليمات علشان يحمي اصدقائه اللي معاه في الفريق. بعد كده بيطلع النهار وجاو بيتحرك بفريقه وبيفضلوا ماشيين في الصحراء لحد لما بيوصلوا للقريه، واهل القريه بيقدموا لهم اكل، لكن الاكل بيكون طعمه وحش جدا بسبب المجاعه اللي هم فيها. فجاو بيؤمر فريقه ينزلوا الاكل والحبوب لاهل القريه، فبينزلوا الصناديق، لكن فيكتور وجن بيطلبوا من جاو ان هم يروحوا الحمام، فجاو بيسيبهم يروحوا الحمام لكن بيضحكوا على جاو، لكن بيرجعوا له وجن بيكون دراعه متعور. وفيكتور قال لهم ان مجرمين هجموا عليهم باسلحه كاتمه للصوت وضربوا جن في دراعه، وفعلا بيهجم عليهم مجموعه مسلحه وبيضربوا عليهم نار. فجاو بيقسم فريقه لمجموعتين وبيقتلوا في رجاله العصابات، ومستغربين جدا من الهجوم اللي بيحصل عليهم. لكن تشارلي قال لهم انا عارف مين السبب في الهجوم اللي حصل ده، وقال لهم انا شفت في عربيه جين وفيكتور رمز رجاله العصابات، وبنروح لجاو وفيكتور وبيمسك سلاحه وبيهجم على جاو وبيهدده بالقتل، وبيضرب جاو في دراعه بيعوره، فجاو بيشده وبيوقعه على الارض وبيساله انت خنتني ليه؟ ففيكتور قال له ان رجاله العصابات دفعوا لي فلوس اكتر من اللي انت بتدفعه، وبيزق جاو، لكن جاو ضربه بالنار في بطنه وبيجري منهم. وفي الوقت ده جين بيطلع سكينه وبيعور كيم واحد من فريق جاو، فكيم بيهجم عليه وبيضربه، والاتنين بيفضلوا يضربوا في بعض، وجين بيحاول يقتله بالسكينه، فكيم بيطلع سكينه وبيهجم عليه هو كمان، فجين بيزقه بيرميه على الارض، فكيم بيشده وبيخنقه برجله، فجين عوره في رجله وبيهجم على كيم مجموعه مسلحين، فكيم بيجري منهم. وبنروح لمايك وتشارلي وساكيا وبيدخلوا يستخبوا في بيت، وجاو بيكلم فريقه ويطمن عليهم وبيخليهم يغيروا الجهاز اللي بيتكلموا منه علشان جين وفيكتور ما يسمعهمش، وبيعرف ان هم مستخبيين في بيت. واول لما بيجي الليل جاو بيروح بسرعه للبيت وبيستخبى معاهم، وقال لهم ان فيكتور وجين خانوهم وان هم سبب اللي حصل في نقطه التفتيش، وطلعوا ان هم كانوا متفقين مع رجاله العصابات. وبيدي لتشارلي القناصه بتاعته وبيوزع كل واحد في مكانه، وبنروح لجين وفيكتور وبيسلموا العربيه اللي فيها حبوب واكل للعصابه، وبيتحركوا ناحيه البيت اللي مستخبيين فيه. فتشارلي بيطلع فوق سطح المبنى وبيضرب بالقناصه بيقتل فيهم، ومايك واقف قدام البيت بيضرب نار على الجنود اللي بتقرب من البيت، وتشارلي بيفضل يصطاد فيهم بالقناصه وبيقتل كل الجنود اللي هجمت عليهم. بعدها
تشارلي ومايك بيدخلوا البيت، وجو بيكون تعبان من الرصاصة اللي في جنبه، فبيطلب منهم يجيبوا عربية ويخرجوا بسرعة من القرية، لكنهم رفضوا ان هم يسيبوه ويمشوا. فجو قال لهم ان ده امر ولازم ينفذوه، فتشارلي بيرفض يسيبه ويمشي، لكن مايك بيقنعه ان هم فعلا لازم يمشوا، وبيودعوا جو وبيمشوا وبيخرجوا من البيت. وفي الوقت ده بيهجم مجموعة من الجنود على البيت ده، وبيكونوا شايفين الجنود وهم بيهجموا عليه. فمايك طلب من تشارلي يدور على عربية وهو هيروح يشتت الجنود وينقذ جاو. فساكيا قالت لهم اروح انا ادور على العربية وانتوا يا رجالة انقذوا جاو. والجنود بيدخلوا البيت، فجاو بيضرب عليهم نار، وتشارلي بيلف حوالين البيت بيحاول يدخل لجاو، وجاو بيفضل يضرب على الجنود نار لحد لما الرصاص بتاعه خلص خالص. فجاو بيطلع صورة عيلته وبيفضل يبص الصورة ويعيط، والجنود بيدخلوا عليه البيت وبيمسكوه، فبيطلع قنبلة بيفجرها في نفسه وبيموت الجنود اللي حواليه. وتشارلي بيعيط على موت جاو، ومايك أول لما شاف الانفجار اتضايق جدا بسبب موت القائد بتاعه. وفي الوقت ده فيكتور بيمسك ساكيا وبياخدها رهينة، وفيكتور بيكلم تشارلي ومايك وبيطلب منهم يسلموا نفسهم، لكن لما عرف مكانهم ضرب عليهم نار حاول يموتهم، فاستخبوا ورا الحيطة، ففضل يضرب نار عليهم لحد لما الذخيرة خلصت منهم، فبيطلع بندقية تانية، فمايك جري قدامه وشتته، فمايك اتصاب في رجله وضرب مايك بالنار في كتفه، فتشارلي جره جنب مايك، فمايك طلب منه يستخبى ورا ويضرب فيكتور، وفيكتور فضل يضرب على مايك لحد لما موته، فتشارلي ضرب فيكتور بالنار في وشه وعوره. ففي الوقت ده كيم بيكون لسه عايش وبيهجم على جين وفيكتور وبيضرب عليهم نار، فبيسيبوا ساكيا وبيهربوا. بعد كده كيم وتشارلي بياخدوا جاو ومايك بيدفنوهم، وبيقرروا ان هم ينتقموا لموتهم، وبيجهزوا خطة يهجموا بيها على فيكتور وعصابته وينتقموا منهم. بعد كده كل واحد بيقف مكانه على التل، وبينتظروا فيكتور وعصابته يعدوا من الطريق، واول لما بيوصلوا بالعربية اللي فيها المؤن بيكونوا حاطين عربية فيها متفجرات وبيفجروا العربية قدامهم وبيمنعوهم يعدوا. وتشارلي بيضرب عليهم بالقناصة، وجين بيكون قصاده بالقناصة بيضرب على الجنود وبيقتل فيهم هو كمان، لكن بيكتشفوا موقع تشارلي فبيقوم يجري بسرعة وبيضربوا عليه قذايف، فبيقع على الصخرة وبيتعور، لكن بيقوم بسرعة وبيضرب على الجنود نار، لكن بيضربوا عليه قذايف. فكيم بيجري يقتل الجنود اللي بتضرب بالقذايف وبيطلع على العربية وبيضرب بالرشاش على الجنود وبيقتل فيهم، وبينجح هو وتشارلي يقتلوا الجنود، وبيروح يفتح العربية بيلاقيها فاضية، فساكيا بتشوف عربية جاية ناحيتهم فبتبلغهم، فكيم بيطلع فوق العربية وبيضرب على العربية اللي جاية ناحيتهم نار، لكن بيتضرب بطلقة قناصة وبتيجي في دماغه فبيموت، وفيكتور بيكون هو اللي قتله، وبيضرب على شارلي بيحاول يقتله، فتشارلي بيستخبى ورا الصخرة، وفيكتور بيفضل يضرب عليه بالقناصة، وتشارلي بيكون مستخبي ورا الصخرة، وبيشوف جين وهو بيمسك ساكيا وبيخنقها، وفيكتور بيخلي السواق ياخد العربية اللي فيها المؤن ويمشي، فتشارلي حاول ينقذ ساكيا لكن معرفش، وفيكتور لسه بيضرب عليه نار. فأول ما الذخيرة خلصت من فيكتور تشارلي ضرب جين بالنار في كتفه، ففيكتور ضرب شارلي بالنار في رجله، وساكيا بتمسك مسدسها وبتقتل جين، وبنرجع لتشارلي وبيحاول يجيب القناصة بتاعته لكنه مش عارف، فبيطلب من ساكيا ان هي تلحق العربية قبل ما تهرب، فساكيا جريت فجرت العربية، ففيكتور بيبص على العربية وهي بتنفجر، ففي الوقت ده تشارلي ضربه بالقناصة موته، وبكده يكون نجح ان هو ينتقم لفريقه اللي مات، وساكيا بتعالج جروحه. وبنرجع تاني لمشهد الكاتب العسكري، وبينتهي من كتابة المقالة عن فريق جاو، وبينشر المقال اللي بيتكلم فيه عن الحروب اللي بتسبب في موت البشر والمجاعات، وبيخلص فيلمنا على كده. وطبعا قصة فريق جاو الأسطورية مش هتنسينا نقول لكم كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.